عاملين ايه؟ عام دراسي سعيد عليكم يا رب، وتكونوا في احسن حال وبالنجاح والتوفيق لكل ولادنا اللي في الدراسة واللي في الجامعات وفي كل مراحل التعليم. النهاردة هنعمل ايه بقى يا حلوين؟ هنعمل جبنة الكاسات اللي بنجيبها غالية، احنا هنعملها بأبسط الطرق وبأقل الإمكانيات. يلا تعالوا شوفوا. حطيت اللبن على النار، قبل ما يجي يغلي هحط الخل. قبل ما يوصل للغليان هنقوم حاطين ايه على الكيلو 3 معالق خل. انا عامله 2 كيلو، يبقى نحط ايه يا حبايبي؟ 1. حطينا الخل وموطيه عليه، مش شمعه طبعا، موطيه عليه شويه، وهو مع الوقت هيفصل الجبنه من الحليب. فصلت اهي، بصي شايفه ازاي؟ هطفي عليها واصفيها واوريها لكم. هننزل بالجبنه 4 قطع مثلثات عشان تعمل تيست احلى. ننزل بمعلقه ملح صغيره. حطينا الجبنه، خدنا منها كوبايه، وهننزل حبه حبه لغايه ما تعمل القوام اللي احنا عايزينه. بص القوام عامله ازاي؟ كريمه كاسات وطعمها رائع. وبصوا هنعمل سندوتش يلا دلوقتي واحنا رايحين المدرسه. يلا بصوا عامله ازاي، جميله وحلوه جدا، حاجه فاخر من الاخر. يا سلام على الجمال والكريستال. خلصت الحلقه، ويا رب المحتوى يعجبكم، وبحب اشكر كل حد بيتابعني وتعليقاتكم الجميله، وانا بحبكم، ولسه في وصفات كتير حلوه وحادق. وكنتم مع ماما نونا، بحبكم.